السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سكانير الكرة. فقرة سكانير هذه المرة غيدوز معنا فيها نجم أزيد الكمار الهولندي أسامة الإدريسي. أسامة الإدريسي أصوله من مدينة تطوان وتزاد سنة 1996 في مدينة بيرغابزوم اللي كتبعد على مدينة روتردام بقرابة 65 كيلومتر. بدايته الكروية كانت على سن 6 سنوات، بحيث الوالد ديالو قام بتسجيله في فريق اس في دوسكو. داز من بعد في أندية أخرى كاينة في نفس المنطقة قبل ما ينتقل وهو عنده 13 سنة فقط لناك بريدا. توقيع أسامة على موسمين مميزين مع ناك بريدا خلى الكشافة ديال فاينورد روتردام ينتدبوه. دوز مع هذا الفريق 4 سنوات قبل ما يفاجئوه المسؤولين بكلام جارح في حقه، بحيث خبروه بأن الإمكانيات اللي عنده ما كتخولش ليه يدخل لعالم الاحتراف. هادشي واخا كان مثل في العديد من المناسبات الفئات العمرية الصغرى للمنتخب الهولندي. من بعد هذه الواقعة الإدريسي انتقل لغرونيغان، وتماك بدات الانطلاقة الفعلية ديالو في الإيريدفيزي، بحيث بين على الإمكانيات الهجومية الكبيرة اللي كيتوفر عليها. لكن مسيرته مع هذا الفريق الهولندي الأخضر ما كانش حتى هي كلها ورود، بحيث وقعت له مشاكل هو وميمون ماحي مع المدرب خلات إدارة الفريق ترجعوا للاسبوار قبل ما تحطوا من بعد في لائحة المغادرين. وحيت ربي ما كيسد باب حتى كيحل البيبان، أزيد الكمار استغلت المشاكل ديال إدريسي مع فريقه واستخدمته في منتصف السنة الماضية كلاعب معار. لعب خلالها 9 مباريات، تمكن خلالها يسجل 3 الأهداف ويعطي 6 تمريرات حاسمة. اللي كيميز الإدريسي في اللعب ديالو هو تحكمه الجيد بالكرة والسرعة الكبيرة ديالو، كما أنه كيجي التسديد من خارج مربع العمليات، بحيث تسجل أهداف كثيرة بهذه الطريقة لا مع أزيد الكمار لا مع غرونيغان. أسامة بزاف كيقارنوه بأسامة السابق السعيدي، الا ان فين كنقارنوا بيناتهم كنلاحظوا ان الادريسي اقوى بدنيا، زيد على هذا الشيء انه كيجي التموقع داخل مربع العمليات، وهذا الشيء اللي كيعطي الفريق ديالو الكثير من الحلول الهجوميه. رونار ما جاش وحط عينه على الادريسي، وانما شاف هذا اللاعب الحلول للمشاكل اللي بدات كتبان مؤخرا خاصه على مستوى الاجنحه، وهذا الشيء اللي خلى المنتخب مثلا امام جزر القمر يبان فقير هجوميا وما عندوش حلول فرديه، خاصه في ظل غياب زياش اللي تقريبا كانت كتجي من عنده اغلب الحلول الهجوميه. اسامه عنده باش يفيد المنتخب بزاف، والسن ديالو غيخلي تركيبه الاسود تتهنى على هذا المركز لسنوات عديده، ووضعه الى جانب زياش غيخلي منظومتنا الهجوميه تتقوى اكثر وتعطيها حلول اضافيه خاصه على مستوى الاجنحه، وهذا الشيء غيبان الدور ديالو اكثر في المباريات الكبيره اللي كتكون مسدوده واللي كيكون المنتخب في حاجه خلالها المهارات فرديه لفك شفره التكتلات الدفاعيه. المباراة الأولى اللي لعبها أسامة مع المنتخب أمام الملاوي بينات أن اللاعب قدر ينسجم بسرعة كبيرة مع محيط المنتخب الوطني، وبينات أكثر على أنه لاعب شارب عقله، بحيث رغم امتلاكه مهارات فردية عالية إلا أنه ما كيغرقش بزاف في اللعب الفردي، وكيحاول جاهدا كيفاش يفيد زملائه منها أولا، وهذا الشيء كيضمن له بالتأكيد الأساسية في المستقبل القريب مع المنتخب الوطني. إذا كانت هذه أول مرة كتشوفوا القناة ديالنا فما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وممكن أيضا تفاعلوا مع المنشورات اليومية ديالنا اللي كنحطوها على صفحتنا في الفيسبوك، وما تنساوش كما ديما بارطاجيو مع أصحابكم.